آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. فإن أعظم وصية هو تقوى الله جل وعلا، فإن الواعظون بها كثير والعاملون بها قليل، وهل وعظ الواعظون ونصح الناصحون بمثل أمر بتقوى الله جل وعلا وبمثل أمر بتقوى الله وطاعته، فإنها وصية الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولقد أتتنا فتنة شبهاتها تدعي الحليم بموقف الحيران، فتن تموج بشرها وفسادها كالبحر حين يهيج بالفيضان. بدأت بكل مدينة بفسادها وتطايرت في سائر الأوطان، بل قد ترقى شرها وفسادها في الجو سابحة مع الطيران. وأساسها فتن ثلاث حبها يعمي عن الإسلام والإيمان، شك وشبهات وشهوات بها قد شارك الإنسان للحيوان. ساد المناسب والأمور شرارهم وخيارهم غرباء في الأوطان. فتن فلقد ظهرت فتن وتفاقمت وتنوعت، والناظر في أحوال الناس اليوم يرى ذلك عيانا. مصداق ذلك ما أخبر الصادق المصدوق: فتن تدع الحليم حيرانا، فتن يرقق بعضها بعضا، يذوب لها قلب مؤمن كما يذوب الملح في الماء. ولقد بلغ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الفتن وتجلي أمرها والتحذير من شرها جمع الناس لذلك، بل نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، كأنه قال: اجتمعوا للصلاة، وكأنه وقت صلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح حذاءه، ومنا من يستذل، ومنا من هو في شجرة، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه حقا أن يدل أمته خير ما يعلمه ويحذرهم شر ما يعلمه. إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب في آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة ويرقق بعضها بعضا، ويقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه. ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الحديث. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان
وينقص العمل ويلقي الشح ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيهم؟ قال القتل. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وحذرها من الفتن كي تحزم أمرها ويتفرق بسببها عن دينها ولا نزيغ بسببها عن شرعية ربها، فلتعد العدة لمواجهتها ومجانبتها لقتورها وسوء حالها. عباد الله، لقد حث نبيكم صلى الله عليه وسلم على مواجهة الفتن التي دنت أمرها وقرب أجلها وحامت سحائبها وتراكمت دخانها. ترى يا عباد الله بأي شيء نواجه الفتن ونتقي الشرور والمحن؟ إنه لا شيء ينجي منها أعظم من مسارعة إلى طاعة ربه، بل أعظم إلى مسارعة إلى طاعة الله في شدة الفتن وظلمتها. وعلى من نبه أمرها وتجلى المرء فيها بين الكفر والإيمان عند حلولها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: معنى هذا الحديث الحث على المبادرة العمل الصالح قبل تعذرها والانشغال عنها في الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم الظلام الليل المظلم. وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، يكون مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بظلمة الليل بيان حال الفتن، إنه بشع قضيع ولا يعرف سببها ولا الخلاص منها، والله المستعان. وإن كانت المبادرة إلى طاعة الله جل وعلا أمر مرغب في كل وقت وعين، لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، لكنه مسارعة إليها في وقت الفتن آكد، والفرار إليها أقوم وأشد، لأن الفتن مزلق عظيم ووقعها على النفوس خطير، قل أن ينجو عبد عندها ويسلم من ضررها. ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم زوجته لتشبث بالطاعة ليتقين الله على ذلك. قالت أم سلمة: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ سواحب الحجرات يريد أزواجه كي يسلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ولما كانت العبادة من أعظم الأوامر منجي الإنسان من الفتن، ويثبت الإنسان في ذلك الفتن بسبب عبادة الله جل وعلا، خشع النبي صلى الله عليه وسلم من التفريط فيها والانشغال بغيرها. فتن عظيمة
فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عباده فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله جل وعلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمرها عند وقوع الفتن. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. رواه مسلم. وعند أحمد رحمه الله: العبادة في الفتن كهجرة إليه. قال الإمام النووي رحمه الله: وسبب فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها وينشغلون عنها ولا يتفرق لها إلا الأفراد. ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتعوذ بالله من الحور بعد الكور في كل أحواله حتى في أسفاره. عن عبد الله بن برجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من وعثاء السفر وسوء منقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. معاشر المسلمين، أن المخرج من هذه العزمات والعاصم من تلك الفتن المدلهمات والموقظ من شرور والنكبات هو الفرار إلى رب الأرض والسماوات. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وإلا فالتفرج وحده لا يكفي، والتلاؤم والتباكي لا يجدي، وتحرير الأخبار لا يغني ما لم تراجع أمة نفسها. وما أوتي المسلمون إلا من قبل أنفسهم. وإلى متى الإصرار على المحرمات؟ وإلى متى التقصير من الواجبات؟ أما يكفي موعظة ويشفي زاجرة؟ ما تراه من حولنا بلدان منكوبة وأبدان بالدماء مبرجة وأشلاء ممزقة وأعراض منتهكة وحقوق مسلوبة. أين الرجوع إلى الله وربنا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أين الضراعة والاستكانة وربنا يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وقال: ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ويدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله في كشف ما نزل بهم وأنيبوا إلى الله فما لجأ فيهم لا هذا ولا هذا. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى أفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أيها المسلمون، أعظم ما يوقع في الفتن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصيانه وتنكب سبيله ومنهجه، ومخالفة نبينا صلى الله عليه وسلم توقع الفتن أيا كانت نوعها، كفرا أو نفاقا أو بدعة أو قتلا أو زلزالا وأحوالا أو تسلط سلطان جائرا أو طبعا على القلوب أو غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ومن العجب علم عبد بذلك مشاهدته في نفسه وغيره، وسماء من أخبار ما أزيل من نعم الله بسبب معصية الله وهو مقيم على معصيته كأنه مستثنى بذلك أو مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا الأمر جار على الناس لا عليه، فواصل إلى الخلق لا إليه. فأي جهل أعظم من هذا؟ بل أي ظلم أعظم من هذا؟ انتهى كلامه.
ولهذا قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جعل المؤمنين أخوة، فلا أخوة إلا بالإيمان، وألف قلوبهم وصيرهم بعد الفرقة كالبنيان. وأشهد أن محمدًا عبده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان بالهدي والفرقان، وجاهد في الله حق جهاده بالسيف والسنان والحجة والقرآن، حتى هدم قواعد الشرك وأزال الأوثان، فأخرج الله به الناس من الظلمات الكفر والطغيان إلى نور العلم واليقين والإيمان، وجمع الله بعد الفرقة والسنوان، فصلوات ربي وبركاته عليه في كل وقت وآن، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والعرفان، ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، معاشر المسلمين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لقد جعل نبينا صلى الله عليه وسلم مبدأ الأخوة لأسباب دخول الجنة. قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد شرع ربنا كل ما يوجب التآلف والتحابب ويزيل العداوة والشقاق، فأمر بالإصلاح بين المتقاسمين، فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الحديث: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين كل ما يكون بينهم العداوة، وقد قال الله جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وأن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ولهذا حرم نبينا صلى الله عليه وسلم المشي بين الناس بالنميمة، وقال صلى الله عليه وسلم: آمرا بالأخوة الإيمان وناهيا عن كل حسد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فمتى امتثل المسلمون أمر ربهم فسعوا في حصول اتفاق، وكانوا يدا واحدا في السعي في مصالحهم المشتركة ومقاومة الأعداء، وبحصول القوة المادية بكل ما استطاع، وكان أمرهم شورى بينهم. حصل لهم قوة عظيمة ليستدفعوا بها الأعداء ويستجلبوا بها منافعا والمصالح، ولن يزالوا في رقي مستمر في دينهم ودنياهم. ومتى خلوا بذلك
عاد الضرر العظيم عليهم فلا يلومون إلا أنفسهم. وقد وعد الله بفوز التمكين لمن قام بتقوى الله واعتصم بحبله المتين وتمسك بدينه القويم. وأخبر الله جل وعلا أن هذا هدي المرسلين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. أن على المسلمين أن يحذروا سماسرة الأعداء الذين يلقون بين المسلمين بذورة العداوة والشقاق والبغضاء ويدعون أنهم مسلمون، وإنما هو غلو ونفاق. فإن المسلم هو الذي يسعى في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم، ويحذر كل الحذر من تدبر وافتراقهم. وما طمع الأعداء وتسلطوا إلا بسلاح الفرقة بين المسلمين، وما خافوا الأعداء إلا بعد اجتماع المسلمين وتآلفهم بعدما كان بينهم الفرقة والقتل. ولهذا حذر الله تعالى من كيدهم وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وبفضل جمع الكلمة ظهر المسلمين مع قلتهم على أعدائهم. قال الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. معاشر المسلمين، هل يستعين علينا الكفار ويتحكم فينا الأشرار ويلحقنا الآر إلا باختلاف الآراء واتباع الهوى؟ وقد آن الأوان للجد وشد المئزر والتآلف بين المسلمين وحكوماتهم، وقد وقعوا على الداء وعرفوا الدواء، فهل لا يجتمعون؟ اللهم أصلح ما بين المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أصلح فيما بينهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نهره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا فقيرا إلا أغنيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منه حيا فمتعه بسمعه وبصره وقوته يا رب العالمين، ومن كان منه ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا من البارين واجعلهم عنا راضين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.